بكل اختصار اللي حصل ما بين الزمالك والمصري حاجه واحده بس. اللي حصل ان البيلد ابين ضغطوا على الفيست ابين، فالفيست ابين زعل وراح عامل اسيست لمين؟ للاباتشي. الاباتشي فتح ايه بقى؟ فتح سبرنت طويل عريض كده وطلع يجري على الجون. المهم بقى انا بقول ان الاباتشي ده لاعب كبير، لاعب كبير جدا يا جماعه، واتمنى يعني ان هو يعتزل في عز تالقه عشان ما يضيعش كل اللي عمله في كره القدم، واسطوره ده اسطوره نادي الزمالك زي ما بيقولوا. فكفايه يا باتشي، كفايه يا حبيبي. بالمناسبه للسبرنت اللي هو كان فاتحه، تقريبا هو كان فاتح سبرنت خبط في عمود نور، فمش عارف ايه اللي حصل له يعني. طيب نبدا الحلقه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، واهلا بكم في حلقه جديده ونهايه باذن الله تعالى. قبل البدايه والنهايه لا ننسى دوما الدعاء لاخواتنا في فلسطين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في فلسطين. طيب نركن نادي الزمالك على جنب شويه، لا طبعا اكيد مش هركنه كله واحده واحده. ندخل اول حاجه على المنتخب المصري. تقول لي منتخب مصر كان بيلعب؟ اقول لك منتخب مصر كان بيلعب وكسب كام؟ كسب 7-1. المنتخب المصري بتاعنا يكسب 7-1. والله العظيم منتخب المصري. كابتن احمد سليمان ما عرفش ان هو منتخب مصر، فاكره منتخب فنزويلا. بس مش المنتخب المصري اللي هو بتاع الكبار، لا بتاع الناشئين، بتاع الشباب اللي هم يعني لسه بقى بيسننوا. وكسبين 7-1 امام ليبيا في ايه بقى؟ في نهائي كأس شمال افريقيا. وده طبعا بيأهلهم الى الامم الافريقية اللي ما تأهلناش ليها من كام؟ من 2011، يعني من كام سنة؟ من 13 سنة. 13 سنة اللعيبة، لعيبة 2008 ما تأهلتش لكأس للأمم الأفريقية من 13 سنة. عشان تعرفوا ان احنا عندنا الكورة شكلها عامل ازاي، وكل الكلام اللي بطلع اقوله في كل فيديوهاتي، احنا ما عندناش كرة قدم، احنا عندنا يعني اشباه لعيبة، اشباه حكام، اشباه هابطة، اشباه اتحاد كورة، اشباه ملاعب، اشباه كورة مدورة. دي اشباه كورة برضه، وهتلاقي جواها كورة بلاستيك بس هم ضاحكين علينا شوية. فاحنا في الضياع والله. طيب ندخل بقى على الزمالك. نادي الزمالك يتعثر امام المصري البورسعيدي. احب اقول لك قبل ما تحفل تمام وانت مش عارف ايه مستقبلك وايه اللي جاي والمفاجآت تأتي من بورسعيد، يعني انت بتحفل على النادي الاهلي عشان بيتعادل والاهلي اداك فرصة عمرك، بتخسر امام المصري البورسعيدي. يعني هو تعادل، لا انت خسرت بقى 1-0 بهدف محمد الشامي. بمين بقى؟ بعرضية مين اللي عمل عرضية؟ قول لي مين؟ صلاح محسن. والله هو ابننا صلاح محسن. صلاح محسن هو اللي عمل العرضية. صلاح محسن لعب مع المصري 4 مباريات، عامل 4 مساهمات، 3 اهداف و8 حاسمة. ابننا. انا اقسم بالله اخاف الاهلي يفكر يرجعه تاني. هو بيرجع معانا تاني بس بيقلب بقى ايه؟ بطة بلدي، مع احترامي ليه طبعا. حرفيا مبقاش موجود في الملعب، مش ماشي مع النادي الاهلي. احنا دخلنا في قصة تانية وحوار تاني، لكن يعني أنا في علامات استفهام كبيرة جدا على المباراة دي. مباراة غريبة عجيبة، زي مثلا عواد. الكرة دي بالذات، عواد انت بتعمل ايه يا عواد؟ بتعمل ايه يا حبيبي؟ عواد وعمر جابر بيتعازموا على بعض، مين فيهم اللي يشيل الكرة؟ يعني عواد لو كان نط كان مسك الكرة وهي معديه ان الكرة مش انا ايه هقع ولا ايه؟ ان الكوره مش صعبه، الكوره مش قويه قوي يعني، لا لو نط خلاص جابها الكوره في حضنك، لا. فده عمر جابر واقف جنب الكوره وهي معديه من واقف جنب الكوره كده وهي معديه من جنبه كده، وعواد واقف مكاني كده. المفروض بقى النط يمسكها او عمر جابر يشتتها، لا ولا ده نط يمسكها ولا عمر جابر شتتها. وبعد ما شاطها الشامي، عواد بقى ايه؟ ولا بيغطس مش عارف ايه يا عم والله. في صفحه على الفيسبوك عملت له ايه؟ حاطط حمام سباحه يغطس بقى، لا حمام سباحه تحتيه كده والصوره يغطس بقى براحتك. والله غطاس حرفيا، ما تعرفش كلهم غطاسين ولا في حاجه غلط ولا احنا اللي فينا حاجه غلط. هتقولي انت بتعمل ايه؟ اقول لك المايك وقع، استنى مجراش حاجه يعني، الناس لبعضيها ولا ايه يا شباب؟
انت وصلت لحد النقطه ايه ده المايك تاني؟ خليه بقى. انت وصلت لحد النقطه اللي المايك وقع فيها، فدي اصلا ده تاريخ لحضرتك. فانت ادخل اعمل اللايك بتاعك دعما لاخوكم ابو سعيد بيسعى جاهدا لساعدكم. هتقول لي غير بقى، احنا زهقنا منك. اقول لك معلش، انا مش لاقي كلمه جديده بقى عدي. فطبعا عواد علامه استفهام، 100 علامه استفهام، عمر جابر 100 علامه استفهام. مش لاك ده لوحده يعني في كوكب تاني. مش لاك سايب المباراة، ضيع انفراد ماشي اعديها لك، سايب الماتش كله، سايب كل حاجه، بيسبسب في شعره. يا جماعه هاتوله ازازه زيت فاتيكا، او هاتوله يعني مع احترامي الشديد هاتوله يعني ايه تفافه بالكهرباء، هاتوله حاجه بالكهرباء. هاتوله ايه، هقول لك على حاجه، الحلاق بيبقى عنده بخاخه كده بيحط فيها ميه عشان يبخ على شعرنا واحنا بنحلق. هاتوله بخاخه صغيره كده يحطها في الشورت، وايه بقى اول ما يحس ان ايه القصه وقعت يروح ايه عامل فستين كده يظبط بيهم القصه. انا بوظت شعري عشان اشرح لك والله بوظت شعري بسبب مش لاك. هو فعلا هو مش لاك. انت مش لاك حل، انت مش لاك عازه، انت مش لاك لازمه. والله شوف تركب عليه اي حاجه، انت مش لاك اي حاجه تمشي برضه عادي، انا ماشي. طيب اقفل بقى قصه الزمالك ولا لا؟ ليه في الزمالك ايه ده؟ ثواني ده عقده. نادي المصري البورسعيدي عامل للزمالك عقده. اخر 6 مباريات ما بين المصري البورسعيدي والزمالك، الزمالك لم يفوز ولا مباراه. 2 تعادل و4 فوز للمصري البورسعيدي. يعني المصري كاسب على الزمالك 4 على التوالي، 4 ماتشات على التوالي. فدي بقت عقده بالنسبه لنادي الزمالك. غضب مارسيل كولر. شوف بقولها لك انا بكح، انا كده جامد على فكره. تعالى بقى اقول لك ايه اللي حصل بعد الماتش الكارثي اللي قدمه النادي الاهلي امام الاتحاد السكندري. هتقول لي يعني انت بعد ما شفت ماتش نادي الزمالك والاداء اللي بيقدمه هتقول لي على النادي الاهلي كان بيقدم اداء كارثي؟ بص، هو بالنسبه لو هتقارن ما بين الاهلي والزمالك في المباراتين دول، الاهلي كان فارق بكتير جدا عن نادي الزمالك. لكن لو هتقارن الاهلي بالاهلي مالناش دعوه بحد، احنا ما بنقارنش بحد. الاهلي في مكان عالي ما ينفعش تقارن بحد مع احترامي للجميع، تمام؟ فانت ايه هتقارن الاهلي بالاهلي؟ ما الاهلي ما كانش حاجه بالنسبه لتاريخه، ما عملش باسم الاهلي زي ما قلت لك امبارح. يعني اتى الاهلي ولم تاتي شخصيته فقط. طيب غضب كولر طبعا بعد المباراه، واصر ان اللعيبه ما تروحش البيت، وطلعوا طبعا على ملعب التتش، عمل تمرينات في ملعب التتش، وعمل محاضره في ملعب التتش مطوله، ويعني ايه اظهر غضبه بشكل كبير جدا، وبالذات على اللعيبه اللي كانت سبب في تعادل النادي الاهلي. ولام الثلاثي يعني ايه هو اللي رمى اللوم عليهم في تعادل النادي الاهلي. من هما؟ اكرم توفيق، كوكا، وخالد عبد الفتاح. الثلاثه دول هما اللي شالوا الليله كلها، الجمل بما حمل زي ما بيقول. فطبعا مارسيل كولر ابدى غضبه الشديد بسبب اللي حصل في المباراه من الثلاثي، وبسبب طبعا الاداء الكارثي، وبسبب الهجمات الضايعه كتير. واثر برضه، واحب اقول لك مارسيل كولر مش هيسكت على اللي حصل في المباراه، او مش هيسكت على الاداء الهجومي اللي حصل. وبرضه مارسيل كولر لو مش عايز اقول لك اللي هو ايه يعني وبخ، تمام؟ او ممكن يبقى فيه لفظ احن من كده، اعتبرني قلت لفظ احن من كده. وبخ خط الهجوم بالكامل، خط الهجوم كله، طاهر، شحات، وكهربا. اللي هو يعني ما فيش انهاء للفرص، بتيجي الفرص لكن مش بنعرف ننهيها. طيب ده النادي الاهلي وطبعا مارسيل كولر. تعال نشوف تسريب مكالمه الفار ما بين الكابتن محمد معروف ووائل فرحان. الكابتن وائل فرحان طبعا حكم الفيديو. طيب بيقول لك ايه بقى؟ طبعا التسريب ده طلع من موقع الوطن سبورت، هو اللي اتكلم عن الموضوع، او جريدة الوطن سبورت. بيقول لك كان يوجد شك عند محمد معروف في ضربة الجزاء بتاع حسين الشحات، لكن وائل فرحان قال له استنى هوريك زاوية توضح لك الوضع بشكل افضل من كده. فشاف الزاوية واكتشف ان هي ضربة جزاء، تمام زي الفل او كده. طيب كابتن
خالد الشريف تقريبا على ما يا رب اكون بقول اسمه صح، ان انا بصراحه نسيت اكتب اسمه او مش متذكر اسمه قوي يعني. قال ان الكوره بتاعت يحيى عطية الله لا مش ضربه جزاء، وقال ان الكوره بتاعت الشحات كانت ضربه جزاء حقيقيه. طيب وبرضه في حكم تاني جه مع ابراهيم فايق قال نفس الكلام، قال ان الكوره اللي جت في ايد يحيى عطية الله مش ضربة جزاء. فكده النادي الاهلي ما عندوش اي خلاف بالنسبه لضربات الجزاء، والحمد لله. الحكم طبعا بص، الحكم انا بتعامل معاهم اللي هو انت هتعمل حاجه كويسه في ماتش هشيد بيك وهطلعك السما، هتعمل حاجه اللي هو هتغلط غلطه قد كده لا انا انتوا عارفين بقى. طيب دي حلقتنا النهارده، اتمنى من دلوقتي انا الحق مش عارف لساني بيبي، اتمنى من الله تعالى ان الحلقه تكون عجبتكم، ولو الحلقه عجبتكم ما تنساش تعملوا لايك، اشترك في القناه وفعل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وانتظروني غدا باذن الله تعالى في حلقه ناريه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.